ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا طريقة عمل المحشي السهلة البسيطة. يلا مع بعض نشوف الطريقة وخطواتها الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إني أحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل معانا محشي. باقي عندي شوربة طبعا من امبارح، فطبعا انتوا عارفين الشوربة أنا بستغلها في إيه. هعمل بيها شوية محشي إن شاء الله. هنا قطعت معايا فلفل رومي على حراق كده، فلفل القرون الحراقة دي الحمرة دي حراقة، وقرون رومي وقرون فلفل شطة حراقة. قلبها كده، هنشوحها كده مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كده هنشوح الفلفل مع بعضينا لحد ما يتشوح كده. هننزل عليه بالبصل. اهم شيء يا جماعه ان احنا نشوح الفلفل عشان يدينا ريحه جميله في قلب الزيت، عشان منزل عليه بالبصل واقلبه تقلبتين كده يبقى ريحته موجوده في قلب الزيت. ايه اللي فايدتها لو احنا نزلنا بالبصل بعد كده بالفلفل؟ لا، مش هيبقى ليه فايده ومش هيبقى ليه ريحه ولا طعم. كده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض اهوت. هنشوح برضو الفلفل مع البصل. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كده يا جماعة هننزل بالصلصة اهي مع بعضينا. ريحة الصلصة يا جماعة لما بتنزل بالذات مع تشويحة البصل بالفلفل دي بتخلي الريحة رهيبة والله. بسم الله ما شاء الله. كده هنشوحها اهو مع بعض. والله الريحة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، تحفة. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك بتاعكم الحلو الجميل وتعليقاتكم واشتراكاتكم الجميلة، عشان ان شاء الله بإذن الله القناة تكبر بيكم ومعاكم. كده هنشوحها الريحة، والله اللهم بارك يا رب. الريحة تحفة بسم الله ما شاء الله. بسم الله اللهم بارك يا رب، الريحة جميلة جدا. كده اهوت هننزل مع بعض اهو بالصلصة. برضو انا حطيت صلصة، برضو هننزل عليها بعصير طماطم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هنزل بعصير الطماطم اهو. ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اي اكله يا جماعه تخطر على بالكم عايزيني اعملها لكم برضو اقتصاديه، يا ريت تطلبوها وتكتبوها لي في الكومنتات تحت، عشان ان شاء الله باذن الله اعرف ان انتوا برضو متابعيني ومتشجعين وانا اشجع بيكم ان شاء الله. كده انا حطيت السكر. لازم السكر يا جماعه يتحط في اي صلصه انا بعملها. كده انا حطيت السكر وملح. هظبط السكر والملح كده، لازم اهم شيء صلصة المحشي بالذات نظبط السكر والملح فيها. تعالوا بقى نشوف ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه تاني بامر الله. كده يا جماعة ادي الصلصة اتسبكت معانا، هننزل عليها بالرز. الرز ده يا جماعة كان لازم يكون متصفي، مغسول ومتصفي في المصفى نص ساعة. ما ننزلش بيه مغسول ونقوم مصفينه على الطماطم على طول، لا ما ينفعش. كده الرزية هتبقى معانا مهرية ومش هتبقى حلوة أوي ولا ظريفة كده في المحشي. كده ان شاء الله هنحط التوابل: بابريكا، دي رشة جوز الطيب، واحدة ماجي، كمون، كزبرة، نعناع. حابين النعناع حاطينه، تحبينه مش حابينه براحتكم جدا، ده النعناع ده اختياري، بس هو بيدي ريحة وطعم كده للمحشي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنشوح بقى الرز كده مع بعضينا اهوت مع التوابل. عارفين يا جماعة التوابل ليه انا بحطها مع الرز وهي بتتشوح؟ عشان الريحة بتاعتها تفضل في قلبها. ريحة التوابل تفضل في قلب الرزاية، تبقى ريحتها جميلة. بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعة الريحة اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، الريحة تحفة. كده هنشوح فيه شوية لحد كل التوابل كلها ما تخش في قلب الخلطة، والرز زي معانا تبقى ناشفه شويه، ما تبقاش فيها صلصه كده. وان شاء الله باذن الله هننزل برضه اهو بالخضره. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. كده شوحناها اهيت لحد ما لقيناها انها نشفت شويه في قلب الحله. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. كده شوحنا الرز مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله، الريحه تعلى، اللهم بارك يا رب. نزلنا معاها وبالخضره. الخضره دي يا جماعه شبت وكزبره، بس بتخلي المحشي طعمه رهيب والله. بكتر في الشبت وبقلل في الكزبره شويه، عشان ما شاء الله اللهم بارك يا رب ريحه الشبت بتبقى ليها ريحه جميله جدا في المحشي. بسم الله اللهم بارك يا رب. ادينا هنشوحها كلها مع بعضنا اهو.
برضو انا يا جماعه موطيه النار خالص، يعني النار موطيها خالص، مش مخليها عاليه، عشان برضو انا بشوح كده يبقى ريحه الخضره طالعه معايا مع الرز. بسم الله اللهم بارك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. كده يا جماعه قطعنا هو كام عرق كده من بتاع الكرنب، قطعناه فرشناه في الحله وعملنا بسم الله ما شاء الله هوت الكرنب اهوت. الكرنب ده يا جماعه عشان يسهل عليكم الوقت، انت بتعمليه من بالليل، تقطعيه وتجهزيه من بالليل وتحطيه على الرف اللي فوق اللي تحت الفريزر على طول. وبسم الله ما شاء الله اما تيجي تطلعيه تلفيه هتلاقيه الله اكبر يا رب، ما شاء الله زي ما يكون لسه سلقاه على طول ما شاء الله. بص الصباع كده لازم ما يكونش فيه رز ولا يكون فيه اي حاجه خالص، عشان برضو الحله معانا ما تبقاش فيها رز. بسم الله ما شاء الله. والله الريحه اللهم بارك يا رب، اللهم اني صايمه. الريحه اللهم بارك يا رب، وانا بلفها كده والله يتاكل ني. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هنكمل الكميه بقى ونرجع لكم تاني ان شاء الله. كده خلصنا اهو بسم الله ما شاء الله. هنحط الشوربه مع حضراتكم. بسم الله ما شاء الله. الشوربه دي يا جماعه عليها طماطمايه مبشوره، بشرت على الشوربه طماطمايه كده ما شاء الله، بتدي للمحشي ريحه وطعم رهيب والله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. طبعا هنهز الحله، لازم نهز الحله كده عشان ننزل الشوربه في قاع الحله تحت. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي ان شاء الله. كده هنحط معلقتين سمنه على وش المحشي اهوت. ما شاء الله لما يغلي المحشي بريحه السمنه دي ما شاء الله جميله. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي. ده الشكل النهائي للمحشي اللهم بارك يا رب. الريحة جميلة جدا ما شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوة واشتراكاتكم الجميلة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.